ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم في طبق البطاطس القمر ده؟ شويه بطاطس بالخلطه المحبشه تحفه جدا. يعني بصوا لو جربتوه هتعملوه كده من حلاوته كل يوم. هينفع معاكم جنب اي اكل، في فطار، في غدا، في عشاء، جنب اي اكل فعلا مش هتستغنوا عنه. كمان مش هنقلي ولا هنحمر ولا فيه زيت كتير، بمعلقتين زيت بس هنعمل الطبق الجميل ده. يعني كمان صحي، مفيهوش زيوت كتير ولا قلي ولا تحمير. هنجيب طبعا كمية البطاطس اللي انت عايزاها، يعني على حسب ما هتعملي، واي نوع برضو بطاطس. هقشرها كده واغسلها الاول، وبعدين هقطعها كده مكعبات متوسطة، مش تخينة قوي ومش يعني صغيرة قوي، عشان ما تنهرش معايا، تكون كده متوسطة. الطبق ده سريع كمان، مش بياخد معاكي وقت خالص، 5 دقايق كده بتكوني مجهزاه. غسلت البطاطس تاني وحطيتها كده في مية ومع رشة ملح ورشة كمون، وهحطها على النار تتسلق. انا برضو في السلق مش هسلقها جامد ان هي تنهرى، وخدي بالك لازم تحطي شوية الملح وهي بتتسلق، عشان البطاطس بعد ما تستوي تكون متماسكة. يعني ماسكة القوام بتاعها، ما تنهرش منك، الملح بيحافظ عليها. على ما تتسلق معايا هنجهز الخلطة الحلوة اللي احنا هنعملها. معايا توم مفروم، بقدونس مفروم، هريسة شطة، والتوابل ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود. جهزتهم جنبي كده على ما البطاطس اتسلقت معايا، وحطيتها في مصفى تتصفى. بعد كده جبت طاسة وحطيت فيها معلقتين 2 بس من الزيت، ونزلت بيهم بمعلقة من الثوم المفروم. هديهم تشويحة كده، مش هحمرهم ولا ياخدوا لون، تطلع معايا بس ريحة الثوم كده الجميلة. تشويحة كده بسيطة. وبعد كده هنزل عليهم بمعلقة من هريسة الشطة. الثوم مع هريسة الشطة كده بجد ريحتهم جبارة. تشويحة برضو كده بسيطة. وبعدين هنزل بالبطاطس بعد ما صفتها. ههدي هنا النار في المرحلة دي، وبشويش بقى كده قلبي البطاطس مع الثوم وهريسة الشطة. عايزة البطاطس تتغلف بالخلطة الجميلة دي. مهدية هنا النار، مش بتاخد برضو وقت. بعد كده هنتبل بقى البطاطس بتاعتنا: ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، بس مش هحط تاني حاجة تاني خلاص. قلبي برضو كده بالراحة عشان البطاطس كلها تتملح كده بالتوابل اللي احنا حاطينها، ومهديين النار. خلص كده الطبق بتاعنا خلاص. شايفين بقى كل مكعب من البطاطس متغلف من الخلطة الجميلة دي. اخر حاجة بقى بحطها بعد ما بطفي النار رشة كده من البقدونس المفروم. البقدونس بيليق قوي هنا مع البطاطس، وبيخلي طعمها كده في حتة تانية خالص. خلاص كده انا بقى غلف برضو كده بالبقدونس، وطفيت بقى كده النار، وخلاص كده خلص الطبق الجميل بتاعنا ده. هنقدمه بقى كده نغرفه في الطبق، وعايزه اقول لكم من حلاوته، يعني بصوا جنب اي اكل بقى، جنب شويه فول، شويه طعميه، بدنجان مقلي، جنب كشري اصفر كده، جنب اي اكل، فطار، في الغدا، في العشاء، كده هيمشي معاكم. هنغرفه بقى نقدمه كده في طبق التقديم، بجد يعني حتى شكل الطبق كده حلو، محبش كده، وطعمه جميل ويفتح النفس. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش بقى تعملوا اللايك وتعليق حلو كده من تعليقاتكم الجميلة، عشان كده التشجيع، واعمل لكم كمان افكار سهلة وسريعة واقتصادية كمان على قد ايدينا. وبألف هنا وشفا للي يجربوا، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.